سيداتي وسادتي، في خبر عاجل ومفاجئ. انتشرت أنباء عن وجود غزو فضائي غامض قام به شخص مجهول ظهر في صباح اليوم. يفيد المصدر بأن بعض الأماكن حول العالم تعرضت لظواهر غريبة وغير مألوفة، وقد أثارت هذه الأحداث الذعر والبلبلة بين الناس. يبدو أن هذا الشخص المجهول لديه قدرات غير عادية وتكنولوجيا متطورة. الظواهر الغريبة التي شاهدت في الأماكن المتأثرة تشير بأن هناك انقطاع مفاجئ للكهرباء. ما زالت معلومات الغزو غير واضحة، ابقوا معنا لتعرفوا كل ما هو جديد. ولقد توصلنا إلى الخبراء لشركة الفضاء العالمية وتبين إن هذه السفينة المجهولة الأتية من الفضاء لم تنشئ تماماً على كوكب الأرض وتم ماذا؟ بجد. أيها المشاهدين، لدينا أخبار أكثر سوءاً مما سبق. الغزو الفضائي قد تمكن من معظم العالم، ولم يكتفي فقط بانقطاع الكهرباء ولكنه فجر بعض البلدان. الخبراء ينصحون باتباع التعليمات الصادرة عن السلطات وتوخي الحذر والبقاء في المنازل، وإذا كان لديكم مكانا للاختباء فاختبئوا لأن الوضع صار أكثر سوءاً. سيداتي وسادتي، أقولها إليكم، نحن نقترب من الموت والزوال. إذا رأيتم أي ظواهر غريبة في الشارع فأرجو منكم أن تتواصلوا مع السلطات المحلية لحمايتكم، وأسأل الله أن يحمينا جميعا. سيداتي وسادتي، أنا مندو، وأهلا بكم في القناة اللي انتوا على حسب بتشوفوني منها، وده لأني بعلن عن إنشاء قناتين على يوتيوب، أو بمعنى أصح قناة جديدة على قناتي الأساسية، واللي هنبتدي بيها واللي هعرفكم أنا بعمل عليها إيه بالظبط، وهي مندو أدفنتشر. لو جينا نرجع بالزمن سنتين لورا هيكون ساعتها أول مرة ليا أفتح برنامج لأدوي، وهو برنامج فوتوشوب. طبعا مش محتاج أقول إن كان كل معرفتي عنه إنه كان برنامج لتعديل الصور وبس، وده كان مفهومي للجرافيك تقريبا. يوم ورا التاني بدأت أعرف قنوات على يوتيوب بيتكلموا عن الفوتوشوب، اللي بيشرح البرنامج وبيعلمه، واللي بيصمم جرافيك، واللي بيعملوا حاجات غير كده. وجي قدامي الشخص اللي خلاني أفهم الفوتوشوب حرفيا، بيني برودكشن، واحد من أفضل إن لم يكن الأفضل في مجال الفوتوشوب أو في صناعة المحتوى على يوتيوب في المجال ده. قدر يغير المحتوى بدل ما يخليه تعليمي خلاه ملهم وترفيهي أكتر، وألف أكتر من سلسلة أشهرهم رياليستيفايد. ونيجي هنا لنقطة مهمة قبل ما أكمل حابب أوضحها، إن لا عمري خدت كورس أونلاين أو أوفلاين. أمال اتعلمت إزاي؟ اتعلمت بالإلهام. كنت بقعد بالساعات أتفرج على يوتيوب لناس بتصمم صور خيالية، من اشهرهم ريفي كامبو كريشن ليرنينج سكرين. انا قاعد بتفرج على فيديوهات متسرعه للناس عماله بتصمم صور خياليه، انا مش فاهم هما بيعملوا ايه، بس عمال بخزن في عقلي الافكار اللي بشوفها، وده اللي بنسميه تغذيه بصريه. من كتر الفيديوهات المبهره اللي كنت بشوفها حسيت بغيره المهنه، وبدات اعرف مجال جديد وهو الموشن جرافيك، بس ده بقى انا ما تابعتش حد معين ليه. ومن هنا بفتح تاني برنامج ليا على ادوبي وهو الافتر افكت. فضلت العب في الادوات والاوامر بتاعته لحد ما بدات اتعلم الاساسيات بتاعته. وفي مره وانا
بعمل انترو كنت واخده كوبي بيست من فيديو على يوتيوب، صورت الشاشه وانا بعمله، وجي الوقت اللي انا فتحت تالت برنامج في ادوبي وهو بريمير. نفس الفكره برضه، بدات العب في الاوامر والادوات بتاعته، من فيديو من هنا على فيديو من هنا بدات اتعلم برضه الاساسيات بتاعته. وساعتها كانت اول فيديو انزله على يوتيوب، فيديو ورا التاني ورا التالت، وقررت ان انا اعمل فيديوهات عن فوتوشوب بعد ما كنت تقريبا اتعلمت الاساسيات بتاعته وفهمته شويه. وبدات اصور فيديوهات تعليميه وانزلها، بس ما كانتش بتجيب مشاهدات كتير. فسالت نفسي العيب ممكن يكون في جوده الفيديو كمضمون ولا كشكل. فقلت ارجع تاني لفيديوهات اليوتيوب واستلهم منها، وبدات اركز في كل جزء من الفيديو وافصص الحته دي واعرف معموله ازاي وبرنامج ايه، لغايه ما عدى فتره وقدرت احدد كل برنامج ومهمته. ومن هنا نزلت البرنامج الرابع والخامس والسادس، ولحد النهارده بنزل برنامج جديد واتعلم مجال جديد. نرجع لقناه ماندو ادفنتشر اللي عليها هعمل اكتر من سلسله. اول سلسله وهي سلسله واقعي، والسلسله دي تقريبا هي اكتر سلسله مشهوره في فيديوهات الفوتوشوب الترفيهيه، واللي هي عباره عن ان انا باخد رسمتك اللي انت بتقدمها لي وبحولها لك لاصدار اكتر واقعيه وحقيقي. تاني سلسله وهي اللي انا بتصور صوره وبشارك معاكم وانا بحولها لشخصيه في كرتون او فيلم او انمي. وبما اننا بنتكلم في مجال الفوتوشوب، فاكيد انتوا عارفين ان الاي اي على ألسنة بعض الناس انه اكبر عدو لينا، بس انا بقى مش هقعد اقول انها مجرد اداه تساعدنا وبس، لان في الاف الفيديوهات اتكلموا عن الموضوع ده. انا جاي اقول لك ان علميا انا مش هقدر ازود ولا انقص في الموضوع، لكن عمليا انا كماندو قدرت الف سلسلتين، سلسله منهم مرتبطه بالاي اي والسلسله الثانيه زي ما هي مرتبطه بالفوتوشوب، علشان الهولندي ده ما يكونش احسن مننا في حاجه. في سلسله منهم انا متاكد ان مفيش حد عملها قبل كده، واتمنى ان هي تعجبكم، واوعدكم ان شاء الله ان هتكون اول حلقه تنزل على القناه دي هتكون عن السلسله دي. وبكده هيكون في 4 انواع للفيديوهات على القناه دي، وان شاء الله هيبقى في اكتر. وبس كده، فده اللي يخص قناه ماندو ادفنتشر، واتمنى ان المحتوى اللي انا قلت عليه ده يعجبك وينتشر في الوطن العربي، لانه تقريبا معدوم جدا. ودلوقتي نيجي للقناه الثانيه وهي مايكرو ماندو. القناه دي هتكون مخصصه للالعاب، وبالتحديد العاب روبلوكس. للي ما يعرفش العاب روبلوكس، فهي منصه على النت بتقدر تنزلها على الكمبيوتر، بتجمع لك العاب كتير ومختلفه عن بعضها، وكل لعبه متميزه عن غيرها. على سبيل المثال مثلا في العاب بتخليك تصمم بيوت وعربيات، وفي العاب بتخليك تتاجر بفلوس افتراضيه كانك عايش في الحقيقه بالظبط. وطبعا في العاب كتير جدا، بس عشان وقت الفيديو هشارك معاكم فيديو كل اسبوع للعبه مختلفه من العاب روبلوكس. وبالاضافه لكده هربط المحتوى ده بالمحتوى الاساسي بتاعي، وعلى قد ما اقدر هحاول اخلي الفيديو مبهر كمضمون وكمظهر. وبس كده، فسواء المحتوى ده او ده عجبك فانت عارف انت هتعمل ايه، وصدقني مش هتندم على القرار ده. سلام.